هونوفيرا تسممت ولا حامل؟ قصة هونوفيرا وأورهان. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كلكم عارفين قصة هونوفيرا وقصة أورهان من زمان. ايه اللي حصل لأورهان؟ وهل أورهان حصلت له مشكلة كبيرة ولا لأ؟ ما تنسوش تشتركوا معانا وتفعلوا الجرس وتضغطوا لايك. طبعا السيد عثمان طلب من أورهان ياخد هونوفيرا ويروح كلاحظار اللي هي القلعة عشان خاطر يحموها من المغول ويحموها من البيزنطيين. وبالفعل هونوفيرا برفقة أورهان راحوا للقلعة، وهنا ابتدوا يفتكروا الأيام الجميلة اللي اتقابلوا فيها من وهم صغيرين. فأورهان بيفكرها، بيقول لها: هو انتي فاكرة إن حبك ليا اتغير ولا حب ليكي اتغير؟ لو كنت ناسية أفكرك. وقاعد بيغزلها وبيقول لها كلام رومانسي. هنا طبعا الموضوع فيه هنا شكل هونوفيرا متغير خالص، بسم الله ما شاء الله على جمالها. طبعا هونوفيرا جميلة الجميلات، افتكرت أورهان وهو صغير هو وعلاء الدين، وقعدوا يفتكروا الأيام الجميلة والأيام الحلوة مع بعضهم. اللي يحب أورهان وهونوفيرا يعمل لنا لايك. طبعا قعدوا يتكلموا ويفتكروا في الذكريات، وقالوا إن هما هيبقوا هنا في القلعة مع بعضيهم، وإن شاء الله هيخلفوا صبيان وبنات. لكن يا فرحة ما تمت، جه المغول. وطبعا أورهان هرب هونوفيرا من المكان السري اللي بيودي من النفق للغابة. وهنا طبعا المغول اللي جه صعب جدا، قدر يتسلل ويخش القلعة لأورهان ويقابل أورهان، وقال له: انت أورهان؟ طيب انت مين؟ قال له: إيه، انا ابقى شقيق جرقطاي. طبعا هنا برام بيقول له: مين انت يا ابن الكلب عشان تجيب سيرة جرقطاي؟ قال له: جرقطاي يبقى شقيقي، لكن انا جاي عشان خاطر اخد روح جرقطاي. وده طبعا مش موضوعنا النهاردة. الموضوع النهاردة ان المغول صعب جدا، وجاي عشان خاطر يخلص على أورهان. هل هو هيقدر يخلص على أورهان؟ وهل هيقدر يعذبه ولا لأ؟ وهل هم هيمسكوا بهنوفيرا وهي خارجة من النفق ولا لأ؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعضينا. هو جاي وعرفهم واحد واحد، وقدر يتغلب على أورهان وبران، وفعلا وضعهم في الزنزانة، وابتدى إن هو يعذبهم، وخدهم ومشي، وعملوا معاه زي ما عملوا مع عمه أرطغرل بالظبط، مع جده أرطغرل بالظبط. مسكوه وعذبوه وربطوه ودقوا في إيده مسمار عشان خاطر ما يحاولش يمسك السيف مرة تانية. الموضوع ده حصل مع أرطغرل قبل كده. لو ترجعوا للموسم بتاع قيامة أرطغرل هتلاقوه نفس الصورة ونفس اللي حصل معاه، والسيناريو بيعيد نفسه تاني. أورهان اهوت وأرطغرل اهوت. وهنا المحارب أو المغول أخو جرقطاي صعب جدا، مغولي صعب جدا. وابتدوا إن هما ياخدوا أورهان وياخدوا بران ويذهبوا إلى المكان اللي هو فيه أورغان، وعشان خاطر يعملوا فخ لعثمان. وطبعا احنا اتكلمنا عن فخ عثمان في الفيديو اللي قبل كده، ولو عايزين تشوفوه في آخر نهاية الفيديو هيظهر لكم الفيديو بتاع عثمان. وادي قصة أرطغرل لما كان ماسكه المغولي اللي كان صعب جدا، وهو كان نونيان، وعمل فيه نفس السيناريو اللي حصل مع أورهان دلوقتي. ده نونيان، وده كان من أصعب قائد المغول في عهد قيامة أرطغرل. وبالفعل دق مسمار في إيد أرطغرل وخلاه إيده ما بقتش تمسك السيف زي الأول، وقعد سنين طويلة جدا يعاني أرطغرل من قلة شيل السيف. عملوا نفس الموضوع مع أورهان في الوقت الحالي.
أما بالنسبة لبوران فهم معذبينه ورابطينه، وطبعا أغمى عليهم هما الاتنين. جت صوفيا عشان تقابل المغولي، لقت أورهان ولقت بوران متكتفين، وفي الغالب مغمى عليهم أو حصل لهم حاجة، ده اللي احنا لسه مش عارفينه وهنعرفه مع بعضينا في الحلقة 177، وهجيب لكم الملخص بتاعها قريب إن شاء الله. فرحت جدا صوفيا لما شافت أورهان بالمنظر دوت، وقالت إن دلوقتي أورهان في إيدنا، لقد قمنا بأسر أورهان. إذن يعني معنى كده إن عثمان في إيدنا. هنا بقى الحمد لله خرجت هنوفيرا من النفق وقدرت توصل للقبيلة بتاعة عثمان، لكن للأسف كله كان شرب من المية المسمومة اللي تسبب فيها أيبالي. المهم هنا أيبالي لما راح لبيجوم يوديلها المية، للأسف كان موديلها مية نظيفة ما فيهاش سم. إيه السر الموجود بين أيبال وبين بيجوم؟ معنى كده إن أيبال جاب مية نظيفة لبيجوم، يعني الشاهد اللي هو يوسف مش هيقدر يمسك عليه حاجة. وهنا هنوفيرا قعدت في القبيلة، وطبعا وشها كان متبهدل جدا، لكن هل هي شربت من المية ولا لأ؟ هي حزينة جدا دلوقتي على أورهان. طيب هنا ايه اللي هيحصل دلوقتي مع هنوفيرا؟ هل هنوفيرا هتتسمم ولا لأ؟ ذهبت برفقة غنجة هي وعلاء الدين عشان يدوروا على الترياق أو الأعشاب اللي يعملوا منها الترياق اللي هو مضاد للسم. وهنا هنوفيرا كان باين عليها التعب جدا والدوخة. راحت لها غنجة وقالت لها مالك انت تعبانة يا هنوفيرا؟ هنوفيرا قالت لها انا مش هقول اوجاعي لأي حد، انا عايشة مع نفسي. طبعا اتصالحت هي وغنجة، وغنجة قالت لها انت اختي، ولو انت خصمتيني انا مش ممكن اخصمك. وهنا رجعت العلاقة ما بين هنوفيرا ورجعت العلاقة ما بين غنجة مرة تاني، والحب الأخوي اللي كان بينهم في الأول. طبعا القبيلة كلها اتسممت، ومن ضمنهم الغازي ابن جوركوتاي. وهنا الطفلة الصغيرة اللي هي تعتبر بنت أيبالي موجودة مع الغازي. بدأت هنوفيرا بالترجيع، مش لاقيين العلاج بتاع السم. عملوا شاي مغلي عشان خاطر يبطئ السم. هنا هونوفيرا تعبت جدا وابتدت ان هي ترجع ويبان عليها التعب جامد. هل هونوفيرا دلوقتي مسمومة ولا هونوفيرا حامل؟ بس الواضح ان هونوفيرا ما شربتش من المية المسمومة، ولا هي ولا بيجوم، لانهم هما الاتنين ما ظهرش عليهم اعراض التسمم خالص، ولا كمان زوجة جركوتاي شربت من المية ديت. كل اللي شرب من المية المسمومة بان عليه الأعراض وتعب فورا، زي حليمة وزي فاطمة وزي بلا وزي عثمان وبقية القبيلة. وزي ما انتوا شايفين الأشخاص اللي في القبيلة كلهم ابتدوا ان هم يتعبوا جامد جدا. اما بالنسبة اللي على السرير ديت فدي المساعدة اللي هي بتاعت بيجوم. قبل ما تتوفى الآن هتعترف لغنجة والهونوفيرا بأن بيجوم كانت بتتسبب في الوقوع بينهم من الأول، وكل الخصام اللي كان بينك وبين هونوفيرا كان سببها بيجوم، وكانت عاملة إن هي بتحبك لكن وقعت بينك وبين هونوفيرا. وهنا وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، تكتبوا لنا رأيكم في التعليقات إذا كنت أكمل ليكم ولا لأ. أنا اتشرفت بيكم على قناة أخوكم هاني الشريف HH TV.